السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونوحد الله لا اله الا الله. زي ما شفتوا كده في اول الفيديو كان عندي غسيل ونشرته، وهنا دي اوضة الاطفال زي ما انتم شايفين كده متروقة، ما فيهاش اي حاجة، ما بنقعدش فيها اصلا. هو بس اللي عايز يتروق السرير بتاع اوضه النوم مكان ما كنا نايمين. هطبق البطانية وهسوي السرير كده زي ما انتم شايفين كده. الأوضة اتروقت وكل حاجة. نخش بقى على المطبخ. المواعين انا غسلها من بالليل كده، وهنا ده بني مطلعاه يفك عشان الغدا. هعمل بقى البوتاجاز مكان اكل امبارح وطرطشت الاكل والكلام دوت. همسح البوتاجاز وانضفه. البوتاجاز اهو بعد ما مسحته هحط بقى عليه الحوامل. كده المطبخ بقى فله، مفهوش اي حاجه، مش ناقصه اي حاجه تاني كده خلاص. هبتدي بقى ان انا حطيت البانيه، فتحت عليه الميه، حطيت عليه شويه ميه وشويه خل، وهسيبه شويه لحد ما اجهز التتبيله. بس التتبيله بتاعتي بصلايه صغيره ومعاها طماطمايه، هبشرهم زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي ان انا احط عليهم البهارات. هحط نص معلقه صغيره بهارات مشكله. البهارات المشكله ديت انا اللي عاملاها. هحط لكم المكونات بتاعتها في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. وهنا ملح طبعا على حسب الكمية اللي انت عاملاها، ومعلقة صغيرة عسل ابيض. مش بزود اكتر من كده في التتبيلة. يبقى حطيت نص معلقة صغيرة بهارات مشكلة و... وملح ومعلقة صغيرة عسل ابيض والبصلاية والطماطمية المبشورين. هقلب بقى كل ده في بعضه لحد ما المكونات كلها بس تختلط ببعض. بعد بقى ما شطفت البانيه هحطه على التتبيله ديت، وهبتدي ان انا اقلب كويس بايدي عشان اتاكد ان التتبيله واصله لكل حته في البانيه. بجد ريحه التتبيله كانت تحفه. هخلط البانيه كده كويس مع التتبيله، وهسيبه اقل حاجه ساعتين في التلاجة لحد وقت الغدا عشان خاطر يتشرب من التتبيله. هنا هنعمل مع بعض الصلصه. ديت معلقه صغيره توم. حطيتها هشوحها على النار كده، واول ما هتاخد لون بسيط خالص كده هحط عليها الطماطم اللي انا ضربها في الخلاط. هديها تقليبة واحط عليها البهارات، فلفل اسود وملح وبابريكا. حطيت فلفل اسود وملح وهحط البابريكا زي ما انتم شايفين كده، وهديها تقليبة. هديها بقى تقليبة واسيبها تغلي لحد ما تتسبك. اول ما تغلي واحس ان المايه نشفت منها شوية هروح مهديه النار عليها. ده كده البانيه بعد ما طلعته من التلاجة قعد حوالي ساعتين او ساعتين الا شوية في التتبيلة. وهنا دوت دقيق عليه كركم وملح. هطلع البانيه من غير بيض من غير اي حاجة خالص، ما تقلقيش الدقيق بيبقى ثابت عليه ما بيفكش يعني. وجربي الطريقة ديت على ضمانتي. اهم حاجة ان انتي تضغطي كويس وانتي بتعملي بالدقيق. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا الدقيق بيثبت مش بيقع عليه ولا اي حاجة. اهم حاجة بس خطوة ان انتي تضغطي كويس دي. زي ما انتوا شايفين كده بقلبها على كل جنب واضغط كويس. هطلعها انفضها كويس من الدقيق واحطها على طبق كده زي ما انتوا شايفين. هخلص بقى باقي الكمية واجيلكم. كده بعد ما خلصت الكمية كلها هسيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة في التلاجة لحد ما اقلي، او قبل ما اسلق المكرونة يعني. وبعد كده احطها على اقليه على طول.
هنا دي مية حطها على النار وحاطه فيها معلقة كبيرة ملح عشان سلق المكرونة. وهنا الصلصة زي ما انتوا شايفين، اول ما اتشربت، اول ما خفت شوية يعني المية اللي فيها، رحت موطية النار. هنا بقى انا كنت سالقه مكرونه سباكيتي، فهكسر بقى المكرونه في الطبق دوت على قد الكميه اللي انا عايزاها لحد ما الميه تغلي. طبعا المكرونه السباكيتي حابه تعمليها صحيحه زي ما هي، حابه تكسريها على 2 على 3 زي ما انتي حابه، انا بكسرها على 4. زي ما انتوا شايفين كده هكسر الكميه كلها اللي هحتاجها، لان انا ما بستخدمش الكيس كله لان احنا فردين بس. كده انا كسرت الكميه اللي انا محتاجاها. المية تغلي بقى وهحط عليها المكرونه على طول. كده اول ما المية غلت كده زي ما انتوا شايفين، حطيت عليها المكرونة من غير ولا زيت ولا اي حاجة، هديها تقليبة كده بس وهسيبها لحد ما تتسلق. طبعا مدة السلق بتبقى مكتوبة على كل كيس، 5 دقايق 7 دقايق، كل كيس بيبقى مكتوب عليه مدة السلق قد ايه. هسيبها بقى تتسلق واصفيها. ده كده بعد ما صفيتها، بصوا كل واحدة بوحدتها ومش مش ملزقين في بعض ولا اي حاجة. هقلي بقى البانيه ده، زيت سخن حطيته على النار. هاخد واحدة البانيه واحطها فيه. اهم حاجة ما يبقاش الزيت سخن قوي عشان خاطر البانيه ما يتحمرش على طول وما يلحقش يستوي من جوه. زي ما انتوا شايفين كده، اول ما هياخد لون من تحت هروح قلباه كده. اول ما اخد لون من تحت هقلبه بقى على الجنب التاني. زي ما انتوا شايفين كده، والكركم كمان بيديله لون حلو جدا على فكرة. هغرف بقى الاكل واجيلكم. ده كده شكل الاكل بعد ما غرفته. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات.